والله الا انا بعدا شعري وقف تبورشت، والله الا تبورشت بالله. الله يجعل ربي يحفظكم هادو كاع اللي ساهمتوا باسد مع وائل، الله يفتح عليكم ببال الخير. هذه ليلة مشهودة لكم امام الله تبارك وتعالى، وهادو راه الوليدات اللي تشرفونا في بلادنا وفي بلدان المسلمين. هادو راه ما شاء الله راه نفتخروا بهم. راه انا ما كرهتش تكون الغابه ديال السبوعات تحل ليها البيبان ديالها وما توقفش. انا بغينا غابه تحل بالاسود وتمشي عند هاد الوليد فرحوه في هاد الليله المباركه. وانا تستاهل والله. انا قلت لك انت شيخ ما شاء الله عليك، وهاد الناس راه 10,000 واحد. راه انا في اول حاجه فرحان من 10,000 واحد جالسه كتسمع الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام. حنا راه اليوم اللايفات ديال كيكون فيها غير 1000 واحد، الناس كتبغي تطلع لايف غير 1000 خصها تسب وتعير وتهتك في الاعراض وتتكلم في الاستار وتقذف الناس وتسب الناس وتتكلم في الناس ودير الفضائح باش يلا طلع عندها 1000. حنا الحمد لله في هذا البث الكريم المباشر، هذا البث اللي بث ماشي عادي. انا تنقول لكم نعاودها، ان باش تلقى 10,000 ديال الناس في هذا الوقت اللي كثرت فيها المحن والفتن، وسبحان الله، وتلقى 10,000 شخص جالس يستمع الى ماذا؟ الى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كلام الله تبارك وتعالى. هذا راه فوز بالنسبه لي انا، هذا راه انتصار بالنسبه لي انا اليوم في هذا السوشيال ميديا المغربي. وانا انا من هذا المنبر كنبغي نوجه هذا اللايف، كنبغي نهدي لهاد الصحافه ديالنا الله يجازيهم بخير، انكم هذا الخير علاش ما كتبينوش؟ علاش ما كتنشروش؟ علاش ما كتكتبوش مقالات على هاد الوليدات تحطوه، وهاد اللايف هذا تبينوه للناس وتنشروه؟ هادو الصحافه انا كنوجه لكم رساله. وهذا الوليد هذا نردوا منه نجم، فهو نجم، هو نجم، لا شك انه نجم. هادو من النجوم، انا بالنسبه لي هادو من النجوم اللي خصنا نفتخروا بهم امام العالم. الا حنايا فعلا مغاربه وكنحبوا بعضياتنا وكنبغوا بعضياتنا، راه هذا وليد مغربي راه مشرفنا، وفي حداثه سنه قدر ما شاء الله تبارك وتعالى يحفظ القران ويجتهد في الدروس ويجتهد في العلم ويحفظ الاحاديث في مقتبل العمر. وانا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد بنجامين حفظك الله ورعاك، انا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد الاخ ياسين اللي صيفط الاسد لهاد الوليد، هاد وائل، هاد الشيخ، انا كنقول ونقولها، هاد السياسين، نطلب الله تعالى يجعل وليداتك بحال سيدي وائل، والله يخرج الذريه ديالك بحال الاخ الشيخ ديالنا وائل، بحال الاخ الشيخ ديالنا وائل، منهجه، ونكون ان شاء الله مربين مخلقين من حمله القران. وكذلك هاد جبيل تا هو اللي صيفط لك الاسد، نطلب الله تعالى يخرج لك في وليداتك الخير ويجعلهم من حمله القران ويجعلهم من حمله كتاب الله ويجعل اخلاقهم على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان خلقه القران، وكان قرانا يمشي، مش قرانا يقرا ويوطأ ورتل، لكنه كان قرانا يمشي، كان قرانا يمشي في اخلاقه، في سلوكه، في افعاله، في خطواته، في سكناته، كان قرانا يمشي. والحمد لله شفنا في سيدي وائل الاخلاق العاليه، وشفنا فيك الروح الطيبه، والله يحفظ لك ديك الوالده اللي كان سبب وسند. الحمد لله. جميل، الله يحفظك والله ينورك. واخا حنا ما بغيناش هذا الصغير، حنا سيدي وائل ما بغيناش لهذا الصغير، بغينا ليه هذاك الكبير اللي كيخرج ويغوت. ياك السي وائل؟ شكرا لكم بزاف، ان شاء الله لا يكفي. شوف بغينا ديرنا واحد النصيحه لهاد الوليدات اللي في السن ديالك باش تنصحهم. وانت ملي دخلتي لهذا المجال القران كيفاش كتحس بنفسك انت؟ يعني اول شيء يعني مثلا انا نقول لك اشنو كتنصح هاد الوليدات باش انهم يجوا للقران، وهذا المجال باش ملي دخلتي ليه باش شعرتي؟ تفضل. هذا المجال هذا في النور، واي واحد غادي يدخل له يشعر بالطمأنينه، والهدوء والسكينه وراحه البال وراحه القلب. وكننصح كاع الدراري سواء في السن ديالي سواء في الكبير عليا،
سواء صغيرة هي. هذا الميدان هذا المجال، القرآن، الحديث النبوية الشريفة، السنة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، الدراسة، الرياضة، الثقافة، هذا الشيء لكم بوعد من النفع اللي هو كبير، ما شاء الله. سواء في الصحة ديالكم، في البال ديالكم، في المستقبل ديالكم، في كل شيء. الحمد لله. كنصحكم تتبعوا هذا الطريق حيت ما غاديش تندموا عليه، حتى واحد ما يندم على هذا الطريق هذا. الحمد لله. وانا يا شاكر ربي وحمده على هذا شكرا لكم بزاف. شكرا. خجلت من تواضعي. ما شاء الله ما شاء الله. راه انت اللي راه دابا شوف، دابا راه كاينين شي وحدين هنا كيشوفوك تبارك الله في هذه السن الصغيره تبارك الله على هذه الاخلاق. راه كاين اللي كتشوفهم كبار وكيبان لك كبير، ولكن هذا عنده صغير. صحيح. لا في اخلاقه ولا في سلوكه ولا في معاملته. راه انت نشوفوك راه خصنا نبكيو على راسنا. راه اي واحد يشوفك انت تبارك الله في هذه الاخلاق وفي هذا السلوك والطيبه راه خصنا نبكيو. حنا اللي خصنا نخجلوا ماشي انت. راه خصنا نتخباو بحال نتخباو. انت اللي خجلت، حنا اللي خجلنا منك. انت راك شيخ ما شاء الله في مقامك وفي اخلاقك وسلوكك تبارك الله. واي واحد اي شخص هنا شكون هذا اللي غيشوفك وما غيتمناش ولده يكون بحالك؟ كنوجه لهم رسالة، هاد الطريق هذا ما غاديش تندموا عليه، وغادي يعاونكم وغادي يوفقكم ان شاء الله، لا سواء في الدراسة ديالكم، سواء في الحياة ديالكم اليومية المستقبلية، في كاع الاوقات غادي يعاونكم. هذا انت قريتي القرآن الحمد لله، ثقفتي في الذهن ديالك وفي العقل ديالك وفي القلب ديالك، وغادي مثلا غادي تجلس في واحد المجمع عام الري بالمثقفين. الحمد لله كنا بنادم مثقف يتكلم في شتى المواضيع، تلقى باش تجاوب، تلقى باش تتكلم، سواء اللغات، سواء في العقيدة الإسلامية، سواء في الرياضة، سواء في أي مجال ثقافي. والقرآن الكريم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، من اتبعها قد تبع طريق الهداية. الله. وكتعاونك حتى في الدراسة ديالك. صحيح. أنا الحمد لله بفضل القرآن الكريم الحمد لله نجي من الأوائل، كنجي ديما من الأوائل الحمد لله، سواء في الرياضة اللي متبعها اللي هي كرة القدم. جينا أنا والفريق ديالنا الأولين على صعيد الوطن المغربي في كرة القدم ميني فوت. مزيان تبارك الله. وجيت في التجويد الحمد لله، تجويد القرآن الكريم، جيت الأول الجهة الشرقية. أجوائل. دابا أنت تبارك الله باقي صغير وتتحفظ القرآن، أنت راه خصك تحضر تكون حدا الركراكي في كأس أفريقيا. إن شاء الله يا ربي، علاش لا؟ باش ناخذوا البركة نتبركوا منك. ياك؟ إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. وأنت دابا حاليا أنت كتدرس كتقرأ؟ أدرس نعم.